بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في تاني حلقة او تاني فيديو من سلسلة اسس نفسك في الجرامر. الفيديو اللي عدى قلت لكم اسس نفسك في الجرامر في الازمنة البسيطة، وشرحت لك المضارع البسيط والماضي البسيط وحليت لك عليهم. هنا هنتكلم عن الازمنة المستمرة، المضارع المستمر والماضي المستمر. يلا بينا نبدأ. واول حاجة هنبدأ بيها في الفيديو بتاعنا النهاردة هو البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. طيب اول حاجه يا مستر، هنا المضارع المستمر بتاعنا دوت بيتكلم عن ايه؟ المضارع المستمر يا بهوات، اول حاجه هنتكلم عن الاستخدام بتاعه، اليوسج او اليوز بتاعه. بيتكلم هنا بيقول لك we use the present continuous for actions happening now and temporary action، الاحداث اللي بتحصل دلوقتي زي ما انا عمال بشرح كده. انا مستمر، المضارع المستمر حاجه في الحاضر مستمره، واخده وقت، واخده ايه؟ واخده وقت، فحاجه بتحصل على طول. طيب زي ايه؟ زي ان انا بقول لك I'm studying now، I'm studying now، انا عمال بذاكر الان، في حدث مستمر هنا اهو، في حدث مستمر. او she's watching TV at the moment، هي بتشاهد التلفاز او التلفزيون في هذه اللحظه، يعني في هذه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها هي عماله مستمره فين؟ في مشاهده التلفزيون، لان المضارع المستمر من زمن هو مضارع حاجه دلوقتي ومستمر بتحصل شغال زي ما انا بشرح كده. طيب بعد كده they are playing in the park، هم عمالين دلوقتي عمالين بيلعبوا فين؟ في الحديقه. طيب الافيرماتيف بقى، لو الجمله مثبته عندك، لو الجمله عندك عايزين نكون حاجه، نكون جمله في زمن المضارع المستمر. طيب احنا بنكون جمله في زمن المضارع المستمر بطريقتين، سواء الجمله مثبته او الجمله منفيه. طيب هنعمل ايه بقى؟ هقول لك والله يا مستر انت ممكن تجيب الفاعل، بعد الفاعل ده am او is او are، am او is او are، وخلي بالك الفعل بينضاف له ing، الفعل بينضاف له ing، وبعدين بقيه الجمله وعلامه الاستفهام بتاعتنا. تمام؟ طيب فاعل am with او are، فيرب نهايته ing، الفعل نهايته ing. امتى بقى am وامتى is وامتى are؟ I بتاخد am، وis مع ايه؟ مع هي وشي وات، او اي اسم مفرد، او اي اسم ايه؟ مفرد. are مع you وزي و، او اي اسم جمع، او اي اسم جمع، او اي اسم ايه؟ او اي اسم جمع. دي am ودي is ودي are زي ما هو موجود عندك كده، زي ما هو موجود عندك دلوقتي، زي ما هو موجود عندك ايه؟ هنا بيقول لك I am playing football، I'm playing football، I بتيجي معاها am، وام اخرها ing والفعل نهايته ing، وقلت لك فوق ان you معاها are eating football eating breakfast ing، وهي وشي وات معاهم is، وبعدين بعد am وiz وار مع الفاعل ing. he is reading a book، عم مستمرة في قراية الكتاب دلوقتي. she is cleaning her room، هي بتنظف غرفتها. it's raining، عمالة بتمطر دلوقتي. تمام؟ ممكن تكون we وزي معاهم are going to school watching a movie. فباختصار ايه؟ I معاها am، وطالما I معاها am تبقى ايه؟ الفعل نهايته ing. he وشي وات is والفعل نهايته ing. you زي we او اي اسم جمع are والفعل نهايته ing. تمام؟ طيب بعد كده النيجاتيف،
النفي ما بتعملش غير حاجه واحده بس، بينما واذا وار والفعل اللي نهايته اي ان جي بتحط نوت. بينام واذ وار والفعل اللي نهايته اي ان جي، شايفين دولت؟ ام ار از ار اي ان جي بتعمل ايه؟ بنحط نوت 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 نوت. بين اما واذا وار والفعل نهايته اي ان جي بنصهم نوت. طيب زي ايه يا مستر؟ زي يقول لك I'm not playing now. I'm not playing now. تمام؟ نفينا حطينا ام وبعدين نوت وبلاينج. You are not eating breakfast. بين are وبين eating حطينا نوت. He is not reading a book. بين is وبين reading حطينا نوت، وهكذا الباقي. طيب ممكن ما يجيلكش نوت، ممكن تبقى ام، بتبقى ام نوت عادي جدا. طيب is بتبقى is not او isn't، وهكذا are بتبقى are not او aren't. وخلي بالك مفيش حاجه اسمها امنت، محدش يقول لي امنت، يعني انا ما بشوفهاش خالص دي، دي غلط. مفيش حاجه اسمها امنت. تمام؟ طيب السؤال بقى، السؤال بنكون سؤال في زمن المضارع المستمر ازاي؟ بنجيب ام او از او ار، الفعل نهايته اي ان جي، ام مع اي هي وشي وات، او اي اسم مفرد مع از يو زي وي، او اي اسم جمع مع ايه؟ مع ار، فاعل والفعل نهايته اي ان جي. زي ده am I doing it right؟ هل انا عملت ده صح؟ هنا اي الفعل نهايته اي ان جي فخدنا ام. تمام؟ طيب يا مستر يا حبايبي، حدش هنا يقول لي ات مفروض از، ده غلط. الفاعل اهو هو ده الفاعل. تمام؟ طيب بعد كده ممكن يكون الفاعل ايو، فايه؟ بناخد ار. Are you listening to me؟ انت سامعني؟ ولا انت عامل الجودة 2x؟ فهنا are you listening to me؟ هل انت سامعني؟ طيب بعد كده الفاعل عندك ممكن يكون she، فخدنا is. Is she doing her homework؟ Is she doing homework؟ الفاعل هي خدنا اس والفعل نهايته اي ان جي. خلي بالك ام واز وار فعل نهايته اي ان جي عشان ما تتلخبطش بينها وبين المضارع البسيط. لو الفعل نهايته اي ان جي في السؤال مع هي او شي او ات او ضمير الفاعل او الاسم المفرد او الجمع، لو اي ان جي يبقى انت معاك فيرب تو بي. لو مصدر يبقى ايه؟ يبقى دو او داز. يبقى مصدر يبقى ايه؟ دو او داز اللي هو مضارع بسيط. ممكن تكون شي وتبقى از برضو والفعل نهايته اي ان جي. is she visiting her aunt؟ او is it raining now؟ is it raining now؟ is it raining now؟ it هنا اهي فاعل مفرد وبعدين هنا is، وهكذا we جمع فخدنا are we winning the match؟ وهنا they وهنا are they traveling by bus؟ اقول لك حاجه ما تنصدمش، ايه هي؟ ما عادش فاضل لنا غير الكلمات الداله وخلصنا المضارع المستمر. الكلمات الداله على المضارع المستمر now، الان، at the moment، هذه اللحظه، currently، حاليا، today، اليوم، these days، هؤلاء الايام او هذه الايام. تمام؟ احب اقول لك يا بيه ان احنا خلصنا المضارع المستمر. يا بيه احنا خلصنا، انا اسستك يا بيه في المضارع المستمر في اقل من 10 دقائق. اللايك الجميل بتاعك بقى والسبسكرايب ما تنساش. والاهم من الحل، الاهم من الشرح الحل، مفيش حاجه اهم من الحل اصلا. والاهم من الشرح ايه؟ الحل. يلا بينا نحل. طيب هنا بيقول لك my homework right now، الان، يعني في حاجه بتحصل دلوقتي، في حاجه مستمره. بتاخد ايه؟ بتاخد am doing. خش في اللي بعده. look انظر، يعني في حاجه بتحصل هناك، في حاجه مستمره. علي not with the ball، علي عمال بيلعب بالكوره، فعلي ما ينفعش بلاي لانه مفرد، الفعل في المصدر. وهنا ده بيقول لك لوك، يعني هو حاجه بتحصل ما ينفعش بلاي، فاضل بلايز وفاضل از بلاينج. تعالى بقى اقول لك، وخلي بالك مش هتفهم ده، مش هتفهم الحل ولا هتفهم الفيديو ده كله غير لما ترجع للفيديو بتاع الازمنه البسيطه. لازم ترجع للازمنه البسيطه، ما رجعتلوش مش هتفهم حاجه. طيب هتعمل ايه؟
هنا بيقول لك لوك، الاجابه اهي لوك، انظر. بص انا لما اقول لك انظر يعني في حاجه عملت، بص العيال بتلعب، بص بتغش الواجب، بص مش عارف بتعمل ايه، يعني في حاجه عماله بتحصل، فما ينفعش المضارع مستمر. فالاجابه عندك is playing اللي هو المضارع، ما ينفعش مضارع بسيط اللي هو is playing، ما ينفعش مضارع بسيط اللي هي plays، انما تنفع مضارع مستمر اللي هي is playing. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ listen، اسمع. انا لما اقول لك اسمع يعني في حاجه بتحصل، عايز اسمعك حاجه، في حاجه عماله عايزك تسمعها. ايه اللي بيحصل؟ listen the dog is barking، مضارع مستمر، ما ينفعش بارك لانه مصدر وهنا فاعل مفرد، وما ينفعش اي دي وما ينفعش باركينج على بعضها، لازم او از او ار. the dog is barking at present، دلوقتي او في الحاضر the bird is not in the tree. طيب هنا البيرد وهنا is فاعل is، بعد فاضل لك ايه؟ فاضل لك الاي ان جي. طيب بعد كده رقم 5 now the baby is not with a toy. هنا بص 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 ناو، ايه ده؟ ناو مضارع مستمر، ايوه هنعمل ايه؟ is playing. غلط، وحياتك عندي غلط. عارف ليه غلط؟ لان كاتب لك is اهي، ما ينفعش is و is الاثنين مع بعض ما تنفعش، فis playing دي غلط، فاجابتك playing. اجابتك ايه؟ اجابتك playing. طيب بعد كده at the moment مضارع مستمر، the sun not in the sky، عماله بتشرق، فيبقى ايه؟ is shining، في حدث مستمر اهو is shining. طيب 7 احمد is space TV now، ايه ده ايه؟ now دل على ايه؟ مضارع مستمر، اما ويز او ار والفعل نهايته اي ان جي، احمد مفرد واز مفرد، فاضل لك الاي ان جي، فاجابتك واتشنج. شكرا. at present my sister space a book، بيقول لك في الحاضر او دلوقتي اختي عماله بتقرا كتاب. اختي ديت ما تنفعش ريد وما ينفعش از ريدنج لوحدها، ما تنفعش، لازم از الفعل نهايته اي ان جي، فاجابتك از ريدنج. وما ينفعش ريدز لان دي مش مضارع بسيط، ده مضارع مستمر، لان لما مكتوب لك at present. تمام؟ طيب 9 I am space a tree now. now اهي مضارع مستمر، now مضارع مستمر، مضارع مستمر اللي هو اما ويز او ار الفعل نهايته اي ان جي، هنا كاتب لك ام، فين الاي ان جي بتاعتك؟ اهي. رايحين فين؟ فين الاي ان جي بتاعتك؟ اهي. طيب بعد كده هاني، فاكرين هاني؟ طب هو هاني برضه اهو، هاني سبيس تي في ان ذا ايفنينج in the living room. اوكي، يقول لك هاني بيعمل ايه في اوضه النوم او اوضه المعيشه بتاعته؟ عمال بيشاهد التلفزيون، عمال بيشاهد التلفزيون. طيب هاني مفرد ما ينفعش واتش، تمام؟ وهاني مفرد ما ينفعش واتشنج على طول، فاضل لك واتشز وار واتشنج. احب اقول لك مفيش ولا اجابه صح. ليه؟ لان ده هنا في حدث مستمر، هنا في حدث مستمر، في حاجه عماله بتحصل، ما ينفعش مضارع بسيط. هو بس احنا هنشيل الار ديت ونحط مكانها از، وهيبقى دي الاجابه الصح بتاعتنا. تمام؟ هي غلطه في البي دي اف بس. رقم 11 they are space on the phone now. ايه ده اهي؟ now الان مضارع مستمر، اما with the are ing، مكتوب لك ار اهي، الاي ان جي بتاعتك فين؟ اهي talking. اللي بعد كده at the moment في هذه اللحظة the teacher is not a lesson، المدرس اللي هو أنا يعني بيعمل إيه؟ بيعمل بيشرح الدرس. في هنا is ما ينفعش teach ولا taught ولا ينفع teach الاي ان جي بتاعتك، فالإجابة عندك سي. The children are space in the park now. اوكي دي ايه؟ دي now. اما with the are ing، ار بتاعتك اهي، الاي ان جي فين؟ الاي ان جي اهي. تمام؟ الفيديوهات جامده، انا عارف ان الفيديوهات جامده، ركز
ركز ورقه وقلم معاك كده واكتب الامبورتنت نوتس ديت. 14 look انظر بص انظر the cat is sleeping. اما واذا وار فعل نهايته ing. تمام؟ طيب at present في الحاضر فاتن space to music عمالة بتسمع موسيقى، يبقى هنا ايه؟ is listening، لان at present يعني في حاجة مستمرة دلوقتي اهوت، في حاجة بتحصل. تمام؟ فاتن is not on her dress for the party. فاتن فاعل مفرد بعدين is فاضل لك ing trying. The baker is space bread in the oven. اوكي the baker اهو خباز فاعل مفرد وis فاضل لك ing بتاعتك baking. طيب اخر سؤال at the moment the sun in the sky. متكرر السؤال ده واحنا اخترناه is shining. تمام؟ احب اقول لك يا بيه ان المضارع المستمر خلاص يا بيه، المضارع المستمر خلاص اسستك انا في المضارع المستمر، بنيت لك الاساس هنبني عليه على مستوى السنه. لازم تركز كويس، والتاسيس اهم من المنهج. لازم الاساس عندك يكون قوي علشان المنهج عندك يكون قوي. معرفش بعمل كده ليه بس هي جت في دماغي. طيب بعد كده الفيديو ده اسمه اسس نفسك في الجرامر في الازمنه المستمره. خدنا المضارع المستمر ففاضل مين؟ الماضي المستمر. طيب الماضي المستمر يا مستر ماله بقى زمن الماضي المستمر؟ الماضي المستمر ده علشان اوضحه لك في الاول حاجه كانت مستمره في الماضي وخلصت، خدت وقت في الماضي وخلصت. ناس كتير لما حد بيمر بموقف مش كويس من واحد صاحبه او لو من بنت صاحبتها بتروح وبيرجعوا وبييجوا وانا وانت فاهمين بعض كويس، بتلاقيه مسجله على الموبايل الماضي المستمر. واحب اقول لك ده غلط. الماضي المستمر حاجه خدت وقت في الماضي وخلصت. فاضل امبارح من الساعه 9 لغايه الساعه 12 كنت بعمل حاجه، خلاص خلصت. اما بقى لو بتروحوا وترجعوا ده ما اسموش ماضي مستمر، مش هقول لك اسمه ايه. ركز في مستقبلك. طيب زمن الماضي المستمر، اول حاجه في زمن الماضي المستمر هو التكوين بتاعنا. بنكون ماضي مستمر ازاي؟ ركز علشان تفرق بين المضارع المستمر وبين الماضي المستمر، وتركز بين الماضي البسيط والمضارع البسيط. ركز كويس جدا. الافيرماتيف ستيتمنت اللي هي الجمله الخبريه المثبته في زمن الماضي المستمر اي وهي وشي وات او اي فاعل مفرد بياخدوا وص والفعل مضاف له اي ان جي. اما لو ويو وزي او اي فاعل جمع بنختار وير وبرده الفعل مضاف له اي ان جي. ركز وخلي بالك. was a verb مع اي وهي وشي وات او فاعل مفرد بياخد was وبعدين ايه الفعل نهايته اي ان جي. ويو وزي او اي فاعل جمع بناخد وير والفعل مضاف له اي ان جي. زي المثال ده the sun was still rising. the sun مفرد وبعدين was وبعدين الفعل ing. تمام؟ تاني the lions فاعل جمع خدنا were lying in the sun. the lions were lying in the sun were والفعل ايه مضاف له ing. طيب ده لو الجمله مثبته. اذا كانت الجمله الخبريه المنفيه النيجاتيف ستيتمنت هنعملها ازاي؟ بنجيب اي او هي او شي او ات او اي فاعل مفرد فبنختار was وبعدين بس خلي بالك بننفي نوت بننفي بنوت وبعدين المصدر نهايته ing. المصدر نهايته ايه؟ نهايته ing. اما لو ويو وزي او اي فاعل جمع بناخد وير وبرده بننفي بنوت وبعدين المصدر نهايته ing الفعل ونهايته ing. دي لو كانت منفيه. زي ايه؟ زي من نجي اقول لك I was not eating my dinner. لما كنتش باكل اكلي، ما كنتش باكل ايه؟ العشاء بتاعي. I تاخد was ونفينا بنوت وايه؟ والفعل نهايته ing. محدش بقى يقول لي كنا زمان بنطبل ونقول ايه؟
بعد النفي بيجي بعد النفي بيجي مصدر، بعد النفي بيجي مصدر، بعد النفي اهو ما جاش مصدر بعد النفي اهو، لان في ناس كتير بتغنيها وطلاب كتير بتغنيها. اي حاجه منفيه لازم نجيب بعدها الفعل في المصدر. اقول لك غلط اهو قدامك اهو، قدامك يعني انت قدامك اهو، نوت منفيه الفعل نهايته اي ان جي، فانسى بقى شغل الطبل والغنى ده انساه. They were not studying math. They فاعل جمع وwere خدناه عشان زي وبعدين نوت وبعدين الفعل نهايته اي ان جي، اي ان جي. تمام. طيب بعد كده الانتراكتيف او صيغه الاستفهام اللي هي يس اور نو كويستشنز، اللي هو السؤال بايه؟ السؤال بهل. بنكون ازاي بقى السؤال بهل؟ بنجيب was او were في اول الكلام، was او were في اول السؤال، وبعدين الفاعل، وبعد الفاعل برضو الفعل نهايته اي ان جي، بعد الفاعل الفعل نهايته اي ان جي، اي ان ايه؟ اي ان جي. واز ديت زي ما انا قلت لك واز مع المفرد ووير مع الجمع، اللي هو المفرد اللي هو هي وشي وات او اي اسم مفرد او اي، ووير مع يو زي وي او اي اسم جمع او اي اسم ايه؟ جمع. يلا بينا نبص بقى هنا. هنا بيقول لك ايه؟ was she holding a camera؟ هنا she فاعل مفرد اهو، فخدنا was وبعد was aware she الفعل نهايته اي ان جي زي ما هو موجود عندك. بنجاوب على السؤال بهل زي ما انا كررت لك قبل كده. السؤال بهل بنجاوب عليه يا بيس يا بنو. ممكن نقول لك يس she was، لان ايه؟ ما ينفعش نقول wasn't لان يس عايزه بعدها مثبت. اللي بيجي بعدها wasn't اللي هي النفي اللي هي نو، او نو she wasn't ديت لو انا باكد هل هو بيحمل كاميرا او لا. تمام. طيب بعد كده ممكن تبقى where زي watching TV، where زي watching TV، زي جمع خدنا where والفعل نهايته ing، where زي watching TV زي جمع خدنا where والفعل نهايته ing. اوكي اوكي. ممكن تبقى yes زي where، ولو هننفيها no زي weren't، لو هننفيها no زي weren't. فيا جماعة الخير الماضي المستمر فهو بيتكون بين was و were والفعل نهايته ing. لو الجملة خبرية مثبتة بيبقى he و she و it أو I معاهم was أو أي اسم مفرد was والفعل نهايته ing. لو you و they و we أو أي اسم جمع بياخد were وبرضه الفعل نهايته ing. تمام؟ طيب اما بقى لو خشنا في كلمه الاستفهام، السؤال بكلمه استفهام، بنجيب كلمه الاستفهام في الاول وبعدين بالسؤال بهل بننزله زي ما هو. وزوير فاعل الفعل نهايته اي ان جي، الفعل نهايته اي ان جي. اوكي. طيب عايزين بقى نشوفه مثال. ايه هو بقى المثال؟ What were you doing at 5 o'clock yesterday؟ نركز بقى هنا شويه. حد هنا هيقول لي يا مستر دي yesterday، اقول لك yesterday ماضي. طب انت yesterday وماضي وضايف اي ان جي، اقول لك خلي بالك yesterday ديت الماضي المستمر. انا زي ما قلت لك في الاول حاجه كانت مستمره في الماضي خدت وقت. انا لما اقول لك امبارح الساعه 6 كنت بتعمل ايه، كانت في حاجه انت كنت بتعملها، غير لما اقول لك امبارح انت عملت ايه. يعني هنا بيقول لك at 5 o'clock yesterday الساعه 5، يعني الساعه 5 انت في حاجه انت كنت بتعملها. الساعه 5 انت في حاجه انت كنت بتعملها. تمام. فالساعه 5 انت في حاجه انت كنت بتعملها، يعني انت كنت مستمر في حاجه في الماضي. انت كنت مستمر ان انت تعمل حاجه فين؟ في الماضي. تمام. طيب ممكن اقول لك ايه I was doing my homework، ارد عليك اقول لك انا كنت بعمل واجبي. تمام. ده لو الفاعل يو اللي هو جمع. اما لو الفاعل شي بتاخد was والفعل نهايته اي ان جي. برضه yesterday evening امبارح بالليل كانت في حاجه برضه انت كنت مستمر بتعملها. تمام. طيب she was watching TV كانت بتشاهد ايه؟ التلفزيون. نخلي بالنا بقى من اهم حاجه عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي الكي ووردز، كلمات الداله. في تعبيرات مع زمن الماضي المستمر بتستخدم علشان تعبر للدلاله على الحدث كان مستمر في وقت معين في الماضي. لو حددت الزمن في الماضي انت عندك ماضي مستمر.
مستمر. امبارح الساعه 5، امبارح الساعه 6، امبارح من الساعه 7 للساعه 10 كان في حاجه، بس امبارح من الساعه 7 لغايه الساعه 10. فانت ايه؟ فانت كنت في حاجه كنت بتعملها. طيب ايه هي بقى الكلمات ديت؟ at that moment yesterday، في هذه اللحظه امبارح. at time yesterday او last او at last week. at time yesterday او في هذا الوقت امبارح او هذا الوقت الاسبوع اللي عدى. all day yesterday طول اليوم امبارح كان برضه في حاجه مستمره. زي ايه؟ she was studying her lessons at 7 yesterday. الساعه 7 امبارح. الساعه 7 امبارح كان في حاجه مستمره ان هي بتحصل، فعشان كده استخدمنا الماضي المستمر. والى هنا تنتهي الماضي المستمر، ولكن محدش يقلب الفيديو ده، لسه فاضل ايه؟ لسه فاضل الحل بتاعنا. تمام؟ طيب اهم حاجه بقى عندنا ايه؟ اهم حاجه عندنا الحل بتاعنا. علشان نتقن بقى الماضي المستمر ويبقى الدنيا تمام كده، ماضي ضارع مستمر وماضي مستمر، هنحل عليه. هنعمل ايه؟ اول سؤال بيقول لك the gardener space in the school garden. بص all yesterday evening، طول الليل امبارح. طول الليل امبارح. تمام؟ ده ماضي مستمر. بص بقى، يلا بقى عشان نعلمك طريقه الحل. ماضي ما ينفعش از لانها مضارع، وديجنج ديت ما تنفعش اي ان جي على طول. وهنا الجاردنر الحارس مفرد ولا جمع؟ مفرد، ما ينفعش وير، اجابتك واز ديجنج. تمام؟ طيب رقم 2، وركز عشان الاسئله والله الاهم من الشرح الاسئله، واهم من حتى مش هجيلك شرح، انت هيجيلك حل، فركز في الحل كويس. طيب بعد كده رقم 2 بتقول لك ايه؟ she space a book 3 o'clock to 4 yesterday. بص كده الاجابه عندك اهي. بيقول لك هي ايه؟ كتاب من الساعه 3 للساعه 4 امبارح. من الساعه 3 للساعه 4 كان في حدث مستمر، بس ده في دلوقتي ولا لسه في المستقبل ولا يسترداي امبارح؟ قال لك يسترداي اهوت. فانت عايز مستمر، حاجه مستمره. ما ينفعش ريد لانها مصدر، وما ينفعش ريدز لانها مضارع بسيط، وريدنج من غير اما واذا وار ما تنفعش، فاجابتك واز ريدنج. تمام؟ تمام. طيب بعد كده زي سبيس تشيس all evening. all evening طول الليل. تمام؟ المفروض all evening yesterday. طيب وبرده حتى لو مفيش yesterday ما لهاش غير اجابه واحده اللي هي were playing. ليه بقى؟ زي ديت جمع، ما ينفعش plays لانها مضارع بسيط. طيب فاضل was playing وplayed وplay. هنا بيقول لك all evening طول الليل، يعني كانت في حاجه مستمره، فما ينفعش ماضي بسيط. تمام؟ وطبعا ده مش عاده، يعني هو مش عادته ان هو طول الليل عمال بيلعب شطرنج. ده عادي جدا حاجه كانت مستمره امبارح، فالاجابه عندك were playing. طيب 4 his pace his bike all afternoon yesterday. اجابتك اهي all afternoon yesterday طول الليل امبارح. تمام؟ كانت في حاجه مستمره، كان في زمن في استمرار، وهنا هي مفرد، ما ينفعش رود ماضي بسيط، وما ينفعش رايدز مضارع بسيط، وما ينفعش وير رايدنج. ليه يا مستر ده مستمر؟ هقول لك هي مفرد، اجابتك واز لان واز مع المفرد. تمام؟ طيب بعد كده رقم 5 the boys in the field yesterday. برضه اهي yesterday evening طول الليل امبارح. طول الليل امبارح كان في حاجه مستمره. ايه بقى اللي كان مستمر؟ طيب ماشي هقول لك اهو. ذا بويز الاولاد جمع. اول حاجه يسترداي ايفنينج ده مش مضارع مستمر، ده ماضي مستمر، فده غلط. هقول لك وبلاينج دي غلط. فاضل لك وير بلاينج وواز بلاينج. ايه ده؟ واز وير والاثنين اي ان جي، اجابتين ينفعوا؟ قال لك ماشي. الفعل عندك بويز جمع، واز غلط، اجابتك وير. تمام؟ اجابه عندك وير. طيب بعد كده the bubbles space model planes all morning yesterday. طول الصبح امبارح. طول الصباح امبارح كان في حاجه ده مستمر في الماضي، حدث مستمر في الماضي يعني ماضي مستمر. از غلط، وميكن ما ينفعش من غير اما واذا وار، وار غلط لانها مضارع. اجابتك وير ميكينج لان البابلز اللي هم الزملاء او التلاميذ ايه مالهم؟ جمع. بعد كده
They space a movie all afternoon yesterday. They space a movie all afternoon yesterday. طول الظهيرة امبارح. طول الظهيرة امبارح. فانت عندك ايه؟ ده حاجة كانت مستمرة في الماضي. طيب حاجة مستمرة في الماضي ما ينفعش واتشنج من غيرها مويزة وار، وما ينفعش واتشد ماضي بسيط لان الماضي البسيط حدث تم، حدث خلص. احنا عايزين حدث مستمر، وما ينفعش واتشز لانها مضارع بسيط. فالاجابة عندك وير واتشنج، لان برضو زي جمع. تمام؟ طيب 8. احمد space very hard for the running competition last week. اوكي؟ طيب هنا عندك last week الاسبوع اللي عدى، ماضي ما ينفعش practicing، ما ينفعش practicing. تمام؟ ما ينفعش ing. واحمد مش جمع عشان ياخد وير، واحمد مش جمع عشان ياخد ار، وار اصلا غلط ولان الجمله ماضي. فانت عندك ايه؟ was practicing، كان عمال بيتمرن بجد للسباق، لمسابقه الجري طول الاسبوع اللي عدى. يعني هو كان عمال مستمر فين؟ في التدريب. بص هنا بيقول لك ايه؟ at 6:30 AM today، الساعه 6:30 النهارده my mother driving to work. هنا بيقول لك الساعه 6 النهارده، يعني النهارده الساعه 6 الصبح، ماضي. my mother ما تنفعش وير، وداز وإز غلط لانهم ماضي. فالاجابه عندك was، فالاجابه عندك was لان امي مفرد. 10 she space her room all afternoon yesterday. زهقنا منها يا مستر بقى all afternoon yesterday طول الظهيره امبارح. عايزين حاجه مستمره. she مفرد was cleaning، مش هنشرح كتير فيها. my brother and sister space video games at 10 AM yesterday، برضه زي afternoon. الساعه 10 امبارح كان في حاجه عماله بتحصل. تمام؟ هنعمل هنا ايه؟ ار غلط لانها مضارع، وبلاينج غلط ما ينفعش. فاضل was playing were playing. sister مفرد ناخده was playing. او احب اقول لك ان انت مش مركز لانها غلط، لان هنا بيقول لك my brother and sister، اخويا واختي، جمع اتنين، ما ينفعش يا ابني was. يبقى الاجابه عندك وين. وخلي بالك عشان في ناس بتشوف سيستر وايه؟ بتشوف سيستر، معلش خبطت في البتاع، سيستر وايه هي بتاخد مفرد. لا ده هنا my brother and sister الاثنين جمع. رقم 12 yesterday at around 5 PM، امبارح الساعة حوالي الساعة 5 my mother dinner، كانت بتعمل الأكل. امبارح الساعة 5 كانت حاجة مستمرة، وماي ماذر مفرد، يبقى إجابتك was making، كانت بتعد الطعام. 13 أحمد وسما زي ماي براذر اند سيستر أهو جمع. in the park all afternoon yesterday، مش هحدد لك عليها خلاص أنت فهمت. all afternoon yesterday ماضي مستمر. بلايد غلط وبلاي غلط وبلايز غلط، إجابتك were playing. I space a sandwich when the phone rang. مفيش ولا كلمة دل، ولا كلمة دل، ولا أي حاجة بتدل إن أنت في زمن الماضي المستمر. هتعمل إيه يا بيه؟ هتعمل إيه؟ تعال بقى أقول لك هتعمل إيه. طيب دي رانج ماضي، استبعد أي مضارع. is making غلط، وهنا I is making غلط، وهنا I ما بتاخدش وير. تمام؟ ايوه بتاخدش وير. كده بدل ما كانوا 4 اختيارات بقوا اختيارين. هنعمل ايه؟ هو انا عملت السندوتش لما التليفون كان بيرن، ولا انا كنت عمال بعمل السندوتش والتليفون بيرن؟ حاجه ده مستمره، كانت في حاجه مستمره اللي هي was making. تمام؟ طيب 15 we space doing our project work when our teacher came to our classroom، زي اللي فوق فيهاش كلمه داله، بس انت عندك كام اهوت فعل في الماضي. انزل تحت استبعد اي مضارع او مستقبل. هتستبعد solve لانها في المصدر، وهتستبعد solves لانها برضو مضارع، الاثنين دول مضارع. فاضل were solving و solved.
هو كان في حدث مستمر، احنا كنا عمالين بنحل او بنعمل المشروع بتاعنا لما المدرس بتاعنا جاي الفصل، كنا مستمرين في عمل حاجه، فهي were solving. اوكي طيب 16 he spaced his car all afternoon yesterday. والله ما شرحها، الاجابه was washing. زهقنا منها بقى. we spaced music from 2 to 5 last night. من الساعه 2 للساعه 5 امبارح كانت في حاجه مستمره، ايه هي؟ we're listening to music. كانت عماله مستمره فين؟ في سماع الموسيقى. my nephew spaced TV when I arrived. تمام، هنا هو arrived ماضي، ما ينفعش watches، ونفيو ده مفرد ما ينفعش where، وده كان حاجه مستمره، فهي الاجابه was watching. والى هنا تنتهي الحلقه الثانيه من اسس نفسك في الجرامر مع مستر اسماعيل طبعا. وطبعا الفيديوهات ديت متاحه اذا كنت ثانوي، تانية بكالوريا، تالتة ثانوي عام، لازم تاسس نفسك في الجرامر. طالب اعدادي، طالب ابتدائي وواقع منك في الجرامر عايز تشوف من اول، الفيديوهات دي كلها متاحه ليك. اشوفكم في فيديو جاي. اسس نفسك في الجرامر في الازمنه التامه. جود باي.